طبعا مرعب ما سمعناه، ومرعب ما رأيناه في الفيديو الذي نشره يوم الخميس المهداوي في مقر ملعون للمجلس الوطني للصحافة، ذلك المقر القابع في إحدى فيلات حي الرياض بالرباط. avec des petits mots يوصي الهمي مجاهد بالتدخل لدى السلطة القضائية في البلاد ولدى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد عبد النبوي. هناك التفاف على القانون والتفاف حول المساطر ومنع عمليا المهداوي من الحق في الطعن في قرارات هذه اللجنة، وبالتواطؤ مع من؟ مع رئيس لجنة الطعن. اش من بقات، اش من تأديب، واش من محاكمة، واش من مسافة يمكن نتكلموا عليها. وطبعا لا أتحدث هنا عن التنمر ولا عن العبارات العنصرية ولا على الكلمات التي تعبر عن الكراهية ولا عن الكلام البذيء في حق إنسان. كل ذلك حدث في اجتماع رسمي، اجتماع حضره رئيس المجلس الوطني للصحافة، وفيه محضر وفيه كاميرات تسجل، لا نعرف تسجل لمن. إذا مجاهد اللي هو نفسه رئيس لجنة الطعون تيحضر لتداولات اللجنة قبل ما تنتهي عملها، وطبعا يتلفظ بعبارات ويشارك في مخططات وتآمر خارج القانون وخارج مبادئ العدالة. كان يفترض فيه أخذ مسافة من هذا قضاة الحكم الابتدائي لا صح التعبير، لأنه سيراقب قراراتهم لاحقا كجهة للطعن. أنا لا أريد أن أحرك المزيد من السكاكين في هذا الجسم المتخن بالجراح، جسم متخن بعاهات، جسم الصحفي المغربي اللي عمليا انهار بإجماع كل ذي عقل وذي تجربة وذي حكم موضوعي. لا أريد أن أرمي المزيد من الملح في هذا الجرح المتعفن منذ زمان، جرح لم يجد من يداويه سواء بالعلاج أو بالبتر، والآن فقط وصلت رائحته إلى الرأي العام، وتعرف الجمهور على جنس صحفي جديد اسمه غيزلي وإيش ودين أمه وكلام وتشيطين وما في معناها من كلمات ومؤامرات وأسلوب.